سلام البنات، لاباس عليكم؟ كدايرين مع الصحة؟ اموركم بخير؟ اليوم فايقة بكري. دابا حنا عندنا 8 ديال الصباح، يعني رمضان والفياق بكري. اليوم غادي يجيو عندي الضياف للفطور. ايوا باش غادي نوجد وغادي نجي مع الوقت نيشان، حيت غنوجد شي حوايج اللي هما صعابين وكيشدوا الوقت. قلت مع راسي نوض بكري شويه، منها نربح الوقت ومنها نيت الحاجه باش كتعطيها الكانه وكتعطيها الخاطر، كتجي يعني محسن، يعني كتجي زويونه. ما ديرش حاجه الزربه، ديروا الحاجه اللي هي بشويه علينا، وهذا نربحوا الوقت والنهار. انا الصراحه انا بعدا كنت ما كيجينيش طويل النهار، قصير والله. يعني ملي كنفيقوا حنا دير هادي دير هادي دير هادي، يعني بحر بحر كتجي مع الوقت نيشان اولا ما كتجيش كاع. المهم انا شنو غادي نوجد ديك التخربيق، داكشي ديال المملحات عندي. كنت دايراه البارح، داكشي كيبغي اصلا ديريه من قبل وكيشد اصلا بزاف الوقت. مقاده البارح، مقاده بزاف ديال التخربيق. اليوم شنو غادي ندير؟ غندير داكشي غير اللي كيوجد في نهارو، كيتحط في نهارو باش ما كيديرش، ما بغيتش نديرو انا من البارح وداكشي موجود. المملحات داكشي ديال الحلوى وهذه وهذه، ديك التخربيق كامل راه واجد. دابا شنو غادي نوجد؟ غادي نوجد اوراق العنب، حيت ما يمكنش تعرضي على يجيوك شي وحدين شي ضياف اتراك الفطور في رمضان ويكون الوقت ديال اوراق العنب وما ديريهمش ليهم. دابا الوقت ديالهم نيت كيتباعوا طازجين. غادي ندير اوراق العنب، وغادي ندير خبز الشاورما، هما تيقولوا ليه بالون ايكميك، تيعجبهم همايا، يعني هما كياكلوا في الفطور في رمضان. شنو غادي نوجد عاود؟ من طبيعه الحال طاجين. غندير لهم طاجين، حيت نتوما كيفطروا وعارفين الناس كيفطروا غير شويه شويه شويه، وضروري من بعد كيجيهم الجوع. ضروري من العشاء عندنا لهم طاجين، يعني مفكره فيها من قبل. يعني الفطور كما قلت لكم غادي ندير اوراق العنب مملحات راهم عندي. غادي ندير تحليه، تحليه اللي هي خفيفه وتكون من الاحسن ديال الحليب، يعني ما تكونش ديال الشربات كتجي شويه ثقيله. غادي ندير الشوربه، غندير شوربه ديال الخضره والعدس، وكما قلت لكم هذاك الخبز ديال الشاورما، اوراق العنب. وغادي ندير الصدر ديال الدجاج بواحد الطريقه اللي هي زويونه، كيجيب واحد الصوص واعره، كيجيك بحال ديال المطاعم، يعني واحد المطعم هنا معروف سميتو طاغوك دنيا السر. يعني نفسه كنديرو، كيجي واعر، كيجي غزال، كيجي تيحمر الوجه، كيكون مرفوق من طبيعه الحال مقرونيه حتى هي مصايبه يعني مقاده بواحد لاصوص حتى هي اللي هو سبيسيال، تيبدل ليها حتى واحد حتى النكهه ديالها وحتى هذا، يعني الخردل والزعتر والزيت البلديه واليوغورت مصفى محيد منه الماء. يعني كيجي واحد لاصوص اللي هو ما نقول لكمش غزال، كيجي المقرونيه بشي شكل، يعني حتى اللي ما كتعجبوش عايزام عليه وعاد تاكلوه. ومن طبيعه الحال سلطه شلاضه، والديسير تا هو غادي نقادو، يعني غنزوقو، غنشكل داكشي تخربيق وهذا. يا ربي ما نكون نسيت حتى شي حاجه. المهم حتى لاخر لحظه وكيبقاو باين لك البلانات البلانات البلانات، شنو ديري شنو ديري شنو ديري. دابا اول حاجه غادي نبدا فيها كما قلت لكم اللي هي صعيبه صعيبه بزاف، هي اوراق العنب. ما فكهم معايا، يعني ما غاديش ندير اصلا انا بزاف. ندير نص كيلو، نص كيلو تقريبا غادي يشد ليا واحد نص ساعه ديال التوجاد، وواحد الساعه تقريبا اولا 30 دقيقه كاع ديال باش نلفو. المهم كيشد الوقت من واحد الساعتين وساعه ونص باش يطيب هي 3 سوايع ونص، يعني كيشاد الوقت صافي. وغادي نبقى غدا تدريجيا، غنبدا من الحاجه الصعيبه وانا هابطه حتى الاسهل حاجه. يعني ندير دابا اوراق العنب وغندير التحليه من موراهم باش تبرد ليا وتشد راسها، وندير داك الخبز وندير هادي وندير هادي. خليكم البنات مع الفيديو وشوفوا الحداقه كي دايره. وكيف ما قلت لكم اول حاجه غادي نبدا بها هي اوراق العنب. من بعد ما غسلتهم من قبل وتسقطروا ونشفتهم، كنديرهم كيتسلقوا واحد نص سلقه، ماشي تنص سلقه، غير ميني سلقه، يعني هي شويه. كندير الماء طايب، ومن بعد منه كيبقاو غير شي 2 دقائق هكاك حتى يتبدل اللون ديالهم وكيرطبوا صافي. وكنطفي عليهم باش يبردوا باش نبدا نوجد فيهم، يعني نخدم فيهم. صافي من بعد ما بردوا وجدت الحشوه ديالهم اللي من طبيعه الحال الاعشاب المنسمه، الروز، الكفته والتوابل وزيت الزيتون. صراحه كيجيو زوينين بزاف هاد اوراق العنب. وحنايا في المغرب راه
كاين شي فئه صغيره كديرهم، ولكن الاغلبيه ما عارفينش هاد اللعيبه هذه. وحنايا عندنا في المغرب راه عندنا اوراق الداليه، اوراق العنب راه عندنا موجودين تبارك الله وصل عن به. يعني علاش اللي ما نستغلوهمش حتى حنايا ونديروا هاد الاكله هذه؟ راه كتجي زوينه. انا في الاول كاع كانت كتجيني في شي شكل، يعني ما كنتش باغا نقرب ليها كاع، بقيت باغا ندوق حتى المذاق ديالها. ولكن من بعد ما بوحده كليتها تصوروا وليت مدمنه عليهم. يعني زويونين بزاف ولذاذين وكيجيو متيولين، يعني شكل اخر ومفيدين يعني صحيين. كما كتشوفوا كنبغي انايا نديرهم رقاقين بزاف. انا كنديرهم رقاقين، ما كيعجبونيش داك الغلاضين معامرين، هذا كيجيو في شي شكل. يعني كما كيقول لك هما ديال الاتراك صراحه، هادو كيديروهم اللبنانيين السوريين المصريين. ولكن انا جيت تعلمت ليهم تنديرهم احسن من بزاف ديال الناس. يعني انا داك الناس اللي كليتهم عندهم دياولي احسن وبالشهاده ديالهم. يعني كنديرهم انا رقيقين وزوين، ونحط الطياب ما كنخليوش حتى يتعجنوا بزاف، وما كنخليهمش قاصحين بزاف. كنعطيهم الوقت، يعني كنعطيهم الكان. الحاجه ملي ما كتزربوش عليها راها كتجي مزيانه. كما كتشوفوا هما كيبغوا الصبر. يعني نص كيلو راه كيشاد الوقت، وخاصك تكون عندك الكانه وتحيدي داك الخيوط شويه الا كانوا قاصحين بالمقص اولا بالموس، باش ملي هذا ما كيبقاوش عاصين. ملي كتجي تعضي كيبقاو هذوك الخيوط هكاك دايرين. باش كتعدي خاصها دغيا كدير تقطع. مهم خاص يبقاو داك العروق ديال العنب ديال الورقه ديال العنب الا كانوا قاصحين كنحيدهم. كما كتشوفوا كنعمرهم غير شويه، كنخلي بحساب المساحه ديال الروز ملي كيتنفخ. ملي كيطيب راه كيتنفخ. انايا درت الروز والبلغور على فكره، تعجبني البلغور احسن من، يعني الروز زوين ماشي ما زوينش، ولكن غير صحي، كيغلظ بزاف، كيزيد الوزن بزاف. كما كتشوفوا هذوك العواد اللي كنحيد راني كنديرهم في التحت ديال الطنجره باش ما كيتحرقوش ليا الوراق ديالي. وكنستفهم هما تستيف في الطنجره مهم بزاف باش ما يتحلوش ليكم، حيت الا تحلت غير وحده راه كتخسر الديكور، كيولي ديك الروز ديالها مشتت باين في سميتو. في الاخرين ما كتجيش زوينه صراحه. خاصكم ملي تكونوا كتستفوهم تستفوهم بواحد الطريقه اللي يكونوا متماسكين مع بعضياتهم، يكونوا متقاربين، ومع الضغط من طبيعه الحال الضغط خفيف. يعني توركوا عليه شويه من هذا ملي كتستفوهم باش كيشدوا بلاصتهم. ملي كتخويو الماء ما كيدخلش بيناتهم وكيهزهم الفوق، يعني كيبقى يحلهم. يعني كيكونوا شادين بلاصتهم وشادين راسهم. ومن الفوق ديالهم من طبيعه الحال كنغطيهم بشويه د الوراق، من بعد ما كندير شويه زيت الزيتون. وكان في الماء ديالهم اللي كنوجد باش غادي نطيب كندير فيه من ضروري شويه د الملحه وشويه ديال زيت الزيتون. عاد كنديرهم فوق منهم، وكنعصر الحامض من طبيعه الحال في داك الماء، حيت هما كيبغيو يكونوا هكايا المذاق ديالهم محمض. كما كتشوفوها هما طابوا وجدوا ما كيتحلوش لي انا ابدا ابدا ابدا. يعني كيف ما كنديرهم كيف ما كيبقاو هكا، كيجي المنظر ديالهم زويونين ومذاق واعر بزاف. ودابا غادي ندوزو الخبز ديال الشاورما بالون اكمي كما قالوا الاتراك. انايا ما كنعجنوش بسميتو. يعني كاين شي وحدين كيعجنوا بالحليب، كيعجنوا بشي تخربيق. هذه انايا الماء دافي، الملحه، معلقه السكر، 2 معالق زيت الزيتون والخميره. صافي هادشي باش كنعجنو مزيان. يعني كنخلط العناصر مع بعضياتها وكنعجنهم مزيان، وكنخليهم واحد الساعات لما كان حتى كيرتاح. من بعد كنشكلوا كويرات كيف ما غادي تشوفوا في الفيديو ان شاء الله. ها نتوما كيف ما كتشوفوا من بعد ما عجنتو خليتو ساعه حتى خمر مزيان، كنحيد هذيك الخموريه، كنخرج ديك الهواء مزيان من العجينه. عاد كنبقى ندهن بشويه ديال زيت الزيتون، وكنشكلهم كويرات على حسب الطنجره اللي عندكم. الطاوه اللي غادي نطيبوا فيها، انا قلت طنجره، الطاوه اللي غادي نطيبوا فيها ما خاصش تكون يعني الخبزه كبيره بزاف. يعني على حسب، الا كانت طاوه صغيره ديروا غير حبات صغيورين، الا كانت كبيره فيها باش تكبروا شويه. المهم كيف ما كتشوفوا انايا خديت عندي طاوه ما كبيراش بزاف، داكشي علاش درت حجم صغيور بزاف. نيت كيجيو متيولين وكيجيو زوين هكاك صغيورين. يعني اللي خدا وحده ماشي تشيط منها ما كيعجبنيش انا الخبز يبقى شايط مقطع هكا وهكا. كما كتشوفوا كنبقى هكا نشكلهم كويرات حتى كنساليهم كاملين. من بعد ما كنساليهم كنخليهم شويه يرتاحوا غير شويه ماشي بزاف. ومن بعد ما كنساليهم كاملين كناخذ شويه ديال الدقيق والدلاك
وكنقرصهم بعدا كينات واحد شويه وكنخليهم عاود يطلقوا باش نساعف معاهم. يعني عندي الوقت، يعني فايقه بكري، عندي الوقت الكافي باش نوجد الحاجه على حقها وطريقها. كما كتشوفوا كنقرصهم شي شويه وكنخليهم عاود يرتاحوا بالوحده بالوحده. يعني هاد الخبز هذا خاصكم تعطيوه للقانا باش كيتنفخ لكم، حيت الا ما تنفخ صافي بحال اللي خويتو الماء في الرمله. يعني انايا بالنسبه للداخل ديالهم اللي كنبغي نطلقهم بالدلاك ما كندير فيهم لا زبده ولا هادي ولا هاديك، يعني صافي غير شويه ديال الدقيق والعجينه، صافي هادشي اللي كندير وكنطلقهم. وها نتوما غادي تشوفوا معايا كيفاش كيتنفخوا، كيجيو ما نقول لكمش غايه في الروعه، ووصفه ناجحه مليون في المية. كما كتشوفوا كنطلقهم غير بالدقيق هكا، وحتى الدقيق ما كنبغيش نكثر باش ما كيجيش هكا لاصق، غير شويه صافي. وكنخليهم كنبقى هكايا نطلق وحده تلو الاخرى حتى كنطلقهم كاملين. من بعد ما كنطلق هذيك العجينه ديالي كامله، عاد ديك الساعات كناخذ الطاوه اللي غادي نطيب فيها وكنسخنها. ما تكونش بالحق تكون ثقيله ولا تكون خفيفه بزاف، تكون متوسطه، يعني الطاوه ديال الكريب اللي كنصايبوا فيها الكريب وهذا، هي اللي كتجيبو زويون، يعني هي اللي كتنفخو. يعني لا كانت عندنا الحديده د الخبيز او لا الطاوه د الخبيز دايره ثقيله ما غاديش يتنفخوا لينا. هانتوما كيف ما كتشوفوا على الشكل هكا، يعني عندها ديال الكريب وصافي، ما كتكونش ثقيله بزاف. المهم هي باش نحصلوا على ديك النتيجه ديال النفاخه ديال النتيجه المطلوبه، كنديروها في الحديده د الخبيز، من بعد كنقلبوها مباشره، ومن بعد عاوتاني كنقلبوها القلبه الثالثه ملي كتبغى تبقى تنفخ بحال هكايا من الجنب كيف ما كتشوفوا. كنعاودوا نقلبوها سور بلاص باش كتنفخ كامله. هانتوما كيف ما كتشوفوا كتنفخ كامله، يعني من الحاشيه ديالها وكتنفخ وهي جايه كتنفخ حتى لاخر نقطه في الخبزه. يعني كيجي منفوخ ومحلول وما كيحتاجش بزاف كما قلت لكم دير الزبده دير هذه. كاين شي وحدين كيديروا الفرomاج ما عرفتش شنو كيديروا شي تخربيق، ما يحتاجوش يعني ديروا داك الشيء. يعني راسهم راه حالين راسهم بيديهم. ها نتوما كيف ما كتشوفوا، ها هي ملي كتبدا تنفخ من الجنب كنقلبها في البلاصه، كنقلبها صافي كتنفخ من البلايص كاملين. ها نتوما كيف ما كتشوفوا النتيجه قدام عينيكم بدون تعب، بلا ما نكثروا قوت القوام قوت المقادير قوت التخربيق. صافي العجينه كيف ما قلت لكم ونعاود نكررها لكم: الملحه، شويه ديال السكر، 2 معالق ديال زيت الزيتون، الدقيق والخميره والماء دافي، صافي هادشي اللي كاين. ومن طبيعه الحال ملي كديروا شي شهيوه ضروري المعن كيكثروا نغسلوهم بعدا كينات. دابا يا غادي ندوزو للشوربه. الشوربه ديال العدس كنحتاج ليها خيزويه وحده، بصله وحده، وجوج بطاطات صغارين، ومن طبيعه الحال العدس الحمر، وشويه ديال زيت الزيتون، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار والماء باش نرويو. هاد الشوربه هادي تجي صراحه زوينه غنيه على التعريف، حتى القيمه الغذائيه ديالها غنيه بزاف. يعني راكم عارفين الفوائد ديال العدس، ولا تجمع مع الخضره عاود شكل اخر. دغيا سريعه وكيتعجبهم، يعني ما لقاش المشكل، يعني كاملين كتعجبهم هاد الشوربه هادي. داكشي علاش اختاريت نديرها وكتوجد دغيا. كما كتشوفوا ها هي طابت. من بعد كنطحنها كنصفيها شويه، عاد ديك الساعات كنزيد عليها شويه ديال النعناع، شويه ديال النعناع اليابس من طبيعه الحال كيصايبوه صوص مع الزبده البلديه وكيضيفوه من الفوق ديالها من طبيعه الحال مع شويه الفلفل الاحمر. كيجي المنظر ديالها زويون وكتكون مرفوقه مع الحامض. دابا جيت للدجاج، الصدر ديال الدجاج غادي نقسمو فيلي على جوج. من بعد كنقسمو هكايا بهاد الطريقه هادي، شكل طولي ما يكونش السمك ديالو غليظ بزاف، يعني 2 سنتيم فقط. كنحيد الا كان شي دهون اولا هادي.
من بعد كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه كنقطعو. كان صراحه كيجي زويون بزاف هاد الدجاج هذا. يعني التتبيله ديالو باش كتكون في الاول كاع كنرقدوا، بعدا كاينات كيرقدوا هما. يعني درتو انا بالطريقه الاصليه. الحليب كما كنعرفوا الا كان اللحم عاصي كيرقدوه هنايا فيه كيطيب من بعد. هنايا من قبل كنرقدوا بشويه د الملحه، شويه السكينجبير، شويه د الحليب، باش داك الصدر ما يبقاش مداير كما كنعرفوا فيه ديك الخيوط. ما كيبقاوش هذوك الخيوط، كيولي واحد الرطب فتي واحد الدرجه ما تصوروهاش. من بعد ما كنرقدهم في التتبيله هذه كنشلهم مزيان، كنغسلهم مزيان. عاد كندير واحد الطاوه اللي ما كتلصقش، كندير فيها زيت الزيتون كيف ما كتشوفوا. كنشحرهم حتى كيطيبوا، حيت دغيا كيطيبوا ملي كيكونوا ترقدوا في الحليب وفي السكينجبير والملحه كيوليو فتيين غزالين. ومن بعد كالتتبيله كنحتاجوا ليها شويه د الملحه، شي شويه د البزار، لاصوص ديال الصوجه، وكنحتاجوا شويه جوج معالق ديال دبس الرمان وجوج معالق ديال العسل من طبيعه الحال صافي. وكنزيدوا عليهم كيعطيو واحد المنظر ذهبي وزويون. ودابا جيت نوجد الخضره ديال الطاجين، حيت كيف ما قلت لكم الطاجين ضروري وضروري خاصني نديرو اليوم في العشاء. اختاريت ندير دابا الوقت ديال جلبانه والقوق، الحمد البقري الغلمي عفوا، وجلبانه والقوق وشويه البطاطا. كيجي طاجين زويون مخفيف وغزال، وزيت الزيتون من طبيعه الحال. يعني ضروري من اللمسه المغربيه وضروري من الطاجين المغربي، وصراحه كيعجب الجميع، يعني كيعجب كاع الناس. ودابا باش يسهل عليا الشقه كامل، حنا الخضره ملي كنجيبوها من السوق هذه راه كما كتعرفوا كنحيدوا لها تنحيدها من البلاستيكات. كنرمي البلاستيكات كنديرها في بلاستيكات اللي هما شاريهم نقيين، كنغسلها كنسقطرها عاد كنديرها في الثلاجه. ولكن من بعد ما كنحتاجوها ضروري ما كنعاودوا نغسلوها. غادي نوجد دابا يا شلاضه باش تسهل عليا. غادي نوجدو ما نقطعهاش، يكون داكشي كامل مغسول مقاد منقي، وغادي نخليه حتى الوقت ديالها. عاد ديك الساعات غادي نوجدها. هانتوما كيف ما كتشوفوا سلطه اللي هي منوعه، يعني فيها الخس، فيها الخيار، فلفله، مطيشه، فيها الروكه، معدنوس. يعني سلطه كتجي زويونه. هانتوما كيف ما كتشوفوا وصل الوقت ديالها قطعتها. هذه التحليه اللي قلت لكم ديال المهلبيه بالليمون كتجي حتى هي زويونه، توجد وتبقى بكري يعني هكايا حتى تبرد. حتى هي دغيا توجد، ما كتحتاجش بزاف ديال الوقت. غادي دابا نديرها في الكيسان وغادي نديرها تبرد ومن بعد ندخلها للثلاجه. ودابا غادي نجي للديسير حتى هويا نغسلو. كيف ما كنقول لكم غسلناه من قبل مسكين طاب بالغسيل كل خطره، ولكن مع ذلك خاص كلشي يتعاود عاود. قلت نغسلو ونقادو ونستفو، حيت نبغى ندير واحد الديكور وهذه مرفوق بالتحليه يجي زويون. يعني التحليه والديسير في طبق هكا كبير كيجي عاطي العين. بغيت يكون ديسير مشكل. دابا وقت الديسير نيت دخل عندنا حنايا المشماش، الفريز دابا راه موجود، كاين الكيراز، كاين التفاح، كلشي موجود. السويهله حتى هي موجوده. كاين هذاك اللي خضر، هذاك راه شنو سميتو كاع البرقوق، تيكون هكا خضر زويون، المذاق ديالو زويون. ضروري من الديسير. انا شلاضه والديسير ضروري في رمضان، ضروري ومؤكد. ودابا جيت تقريبا النهايه ديال الفيديو. كنتمنى الفيديو ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش بارطاجيو مع صحاباتكم والتعاليق ديالكم. السلام عليكم. المهم انا دابا انا مستنيه ضيوفي وجدت كلشي راه موجود. يعني جيت قبل من الوقت، يعني دغياك باش نسالي كلشي في وقته. يلا بالسلام عليكم.